كركوك نشب خلاف بين العرب من قبيلة شمر والكرد وتطور الخلاف إلى ما لا يحمد عقباه. وقد تحرك وفد حكومي متمثلا بالسيد نائب رئيس البرلمان العراقي دكتور شاخوان عبد الله والشيخ فيصل حروش الجربة ومجموعة من أعضاء البرلمان العراقي ووفد من قيادة العمليات المشتركة والسيد محافظ كركوك راكان الجبوري. وكان اللقاء في دار الشيخ حواس الهثمي الشمري من مضايف قبائل شمر، وبعد ذلك انتقلوا إلى الكرد في بلكانه، ومن ثم إلى مخيم شمر في بلكانه، والتقوا مع مجموعة من أبناء الكرد وشمر وتواصلوا إلى حلول سلمية ترضي الطرفان وإنهاء الخلافات، ولله الحمد.